من روميات أبي فراس الحمداني. صدى راجع شارع واسع في الصدى، خطى تتبادل صوت السعال وتدنو من الباب شيئا فشيئا وتنأى عن الباب. ثمة أهل يزوروننا غدا في خميس الزيارات، ثمة ظل لنا في الممر وشمس لنا في سلال الفواكه. ثمة تعاتب سجاننا: لماذا أرقت على العشب قهوتها يا شقي؟ ثمة ملح يهب من البحر، ثمة بحر يهب من الملح. زنزانتي اتسعت سنتيمترا لصوت الحمامة، زنزانتي اتسعت سنتيمترا لصوت الحمامة. طيري إلى حلب يا حمامة، طيري بروميتي واحملي لابن عمي سلامي. صدى للصدى، للصدى سلم معدني شفافية وندى، يعج بمن يصعدون إلى فجرهم وبمن ينزلون إلى قبرهم من ثقوب المدى. خذوني إلى لغتي معكم، قلت ما ينفع الناس يمكث في كلمات القصيد، وأما الطبول فتطفو على جلدها زبدا. وزنزانة اتسعت في الصدى شرفة كثوب الفتاة التي رافقتني السدى إلى شرفات القطار وقالت: أبي لا يحبك، أمي تحبك، فاحذر سدوم غدا ولا تنتظرني صباح الخميس. أنا لا أحب الكثافة حين تخبئ في سجنها حركات المعاني. أنا لا أحب الكثافة حين تخبئ في سجنها حركات المعاني، وتتركني جسدا يتذكر غاباته وحده. للصدى غرفة كزنزانتي هذه، غرفة للكلام مع النفس. زنزانتي صورتي، لم أجد حولها أحدا يشاركني قهوتي في الصباح، ولا مقعدا يشاركني عزلتي في المساء، ولا مشهدا أشاركه حيرتي لبلوغ الهدى. فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات، فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات، فإما أميرا وإما أسيرا وإما الردى. فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات، فإما أميرا وإما أسيرا وإما الردى. وزنزانتي اتسعت شارعا شارعين، وهذا الصدى الصدى بارحا سانحا. سوف أخرج من حائطي كما يخرج الشبح الحر من نفسه سيدا، وأمشي إلى حلب يا حمامة طيري بروميتي واحملي لابن عمي سلام الندى.